اكو هواي عراقيين لاموا اللاعب امين الدخيل لان راح وتجنس بلجيكي. اما اني عن نفسي والله العظيم ما لمته. راح تقول لي ليش ما لمته؟ هسه انا اقول لك ليش ما لمته. انت تخيل هاي التشكيله اللي راح تواجه بولافيا، 3 لاعبين احنا نحتاجهم هواي بالتشكيله الاساسيه ويكونون موجودين مع المنتخب العراقي. لكن قبل لا انطق اسمائهم اريد اقول لك شيء يا جماعه، احنا راح نشجعهم حتى يلعبون باطفال رضع، ونعرف لازم تصير مجاملات ولازم يدخل هذا على حساب هذا. لكن اللي اريد احكيه بالفيديو انه احنا نحتاج ندخل باقوى ما عندنا بس، وذول 3 لاعبين لاعبين خارقين ممكن يجيبوا لك الفوز من اقوى الخصوم حتى لو بعيدا راح تتواجه بكاس العالم وصعدت. اتمنى فهمتني. وهسه نعطيك ال3 لاعبين. اول لاعب اللي كنا متفقين عليه انه احنا محتاجينه منتظر ماجد. يا جماعه منتظر ماجد لاعب جناح ايمن ما يحتاج اي شيء، لاعب كامل على الجناح الايمن والكمال لله سبحانه وتعالى. الرجال مهاره، سرعه، تسجيل، انهاء، R2 ما ناقصه اي شيء، والرجال قاعد يقدم ويا ناديه اداء خرافي، اداء مرعب. وما جاي يعرف ليش ما جاي يستدعي اجراهام. بس اريد اعرف هسه يا اجراهام، انا اعرف انه انت مدرب ذكي، واعرف انه انت قائد المشروع، واعرف انه انت قاعد تسوي شيء للمنتخب العراقي، واعرف انه المنتخب العراقي تحسن بيدك، كل هذه اعرفهن. وانا دائما بالفيديوهات احمد منك واقول هذا الرجال ممكن يشيل المنتخب العراقي ويحسن من عنده. لكن اريد مبرر واحد انه احنا نستغني عن لاعب جناح ايمن بقيمه منتظر ماجد. اطلع وقول منتظر ماجد طلع حكى علي، اطلع وقول منتظر ماجد طلع سوى فلان غلط، اطلع وطلع له غلطه حتى نعذرك، حتى نقول احنا ما نحتاجه خليه يروح. خلونا ننتقل للاعب الثاني. اللاعب الثاني دانيال السعيد. اللي ما يعرف دانيال السعيد، دانيال السعيد اجى على المنتخب العراقي لكن لعب جناح ايمن، ولان لعب جناح ايمن مو جناح ايسر بمكانه الاساسي ومكانه اللي يبدع به، فالرجال ما قدم شيء وقال لك كان في امان لا ما اريد ابقى بالمنتخب العراقي. وسمعنا هواي حكي صار ما نريد نحكي به، احنا هسه نركز على اللعبه. لكن الرجال ليش ما بقى بالمنتخب العراقي؟ وليش ما استدعيته؟ وليش ما رحت وجبته؟ وانت هسه اكيد راح تسالني وتقول لي يا محمود هو ليش لعب جناح ايمن؟ ليش ما لعب بجهته الاساسيه اللي هي الجناح الايسر، الجهه اللي يبدع بها دانيال السعيد؟ راح اقول لك يا حبيبي لان موجود علي جاسم. علي جاسم اللي متخيلينه انه هو كريستيانو 2008. يا جماعه ترى علي جاسم لاعب جيد، انا ما اختلف وياه، لكن انت قول لي علي جاسم يمتى شالك؟ يمتى علي جاسم انت متعادل او خسران واجي هدف لك هدفين او هدف لك هدف وفوزك؟ علي جاسم لاعب جيد مو اكثر، ما يستحق الاساسيه اذا كان موجود دانيال السعيد. يا حبيبي ترى احنا كنا عراقيين وبيناتنا الحكي. علي جاسم شو عنده غير الكفه على الخارج ويعرضها تعريضه مو صحيحه؟ بس قول لي شو عنده. ترى مساله انك تكون جناح بمنتخب لازم تكون جناح متنوع، عندك مهارات متعدده، تملك انهاء عالي. انتم شايفين دانيال السعيد لو لا؟ دانيال السعيد انا مسوي له فيديو مثل ما مسوي فيديو المنتظر ماجد ومفسخه وباحث عنه واعرف ميزاته واعرف عيوبه. دانيال السعيد لاعب مهاري وكانما جناح اوروبي. الرجال يملك مهارة بحتة، عنده اختراقات